السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده بقى جايبه لكم الكيكه المنقذه. الكيكه دي يا جماعه بجد هتشكروني عليها، للضيافه، لاي عزومه، لاي حاجه. بجد دي منقذه يعني، بجد مش هبالغ في الكلام. عمايل وتزيين ربع ساعه بالكتير يعني، وضيوفك عندك بتديلهم الحاجه السخنه او الحاجه الساقعه، تكون الكيكه دي جاهزه بالظبط بالظبط في 10 دقايق و5 دقايق تبرد ونزينها. بصوا يا جماعه المكونات: كوبايه الا ربع حليب، كوبايه سكر، نص كوبايه من الزيت، وكوبايه ونص من الدقيق، عليهم ظرف بودر، وثلاث بيضات، وظرفين فانيليا، ومعلقتين من كاكاو. هنتكلم تاني عن المكونات واحنا شغالين بالظبط. طبعا هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف، وهكتبها لكم على صفحتي على الفيسبوك. طبعا دول ثلاث بيضات بدرجة حرارة المكان، عليهم ظرفين من الفانيليا، اي فانيليا بقى، باودر، فانيليا سايلة، الموجود عندنا نستخدمه. كله زي بعض، مش هقول لا. طبعا ضربتين في الخلاط لغايه ما يفتح لونهم ويهيش ويبيض زي ما انتم شايفين كده، وننزل بكوبايه السكر، سكر عادي، سكر خشن برضو، كله تمام. ضربتين في الخلاط زي ما انتم شايفين كده، برضو هيدينا، برضو هيفتح ويهيش، وكله في الخلاط يعني، مش محتاجه اي حاجه خالص. زي ما انتم شايفين كده، زي ما قلت لكم، كله في الخلاط. وهنحط بقى نص كوبايه الزيت وكوبايه الا ربع من اللبن، درجة حرارة الغرفة طبعا، عشان يعني ما يبوظش الخليط. وهنضرب ضربتين زي ما انتوا شايفين كده، ضربتين كويسين لغاية ما اللون يفتح ويهيش، كله على بعضه مش هياخد مننا اي وقت. بجد الكيكة دي اسمها الكيكة المنقذة، هتنقذنا من حاجات كتير قوي. ده شكلها. وخلاص كده جهزنا المواد السائلة، وهنحطها في طبق او بولة عميقة، عشان ننزل عليها بالدقيق. طبعا الدقيق ده انا خلته مره قبل كده. الدقيق دوت كوبايه ونص من الدقيق العادي متعدد الاستخدام، وعليه كيس بيكنج باودر اللي هو 16 جرام. هديله نخله حلوه كده، دي تاني نخله انخلها معاكم. انا نخلتها مره قبل ما نبدا في الشغل. وطبعا مهم جدا يا جماعه ننخل الدقيق ده، مهم جدا لأن يدينا هشاشه ويدينا خفه كده للكيكه. وطبعا في المعجنات برضو مهم جدا نخلط ننخل الدقيق، مهم جدا. ومعلقتين كبار من الكاكاو الخام الاسباني، طبعا افضل نوع كاكاو نشتغل بيه عشان يدينا نتيجه يعني حلوه. وطعم طبعا الكاكاو لو هو طعمه حلو وحاجه نظيفه بيدينا طعم ممتاز في الكيكه. بس كده ممكن كله على بعض في الخلاط، بس انا يعني صراحه بخاف على الخلاط بتاعي يعني. اشتغلوا انتوا لو عايزين براحتكم. فضربتين كويسين كده بالمضرب اليدوي وهيختلط، مش هيحتاج اصلا خلط ولا حاجه يعني. بس كده مجرد ان احنا نقلبه تقليبتين كده، الدقيق يشرب المواد السائله، وبكده الكيكه تكون جاهزه معانا ان احنا نستخدمها. متفقين دايما ان احنا نبدا نشغل الفرن قبل ما نبدا في الشغل تماما يعني. نروح نشغل الفرن ونقول بسم الله، ونبدا نحط المكونات ونشتغل عليه. دي طباق جايباها من محلات مواد التغليف، بيبقى عندهم طباق زي دي احجام كتيره جدا، ده اصغر حجم فيه. طبعا كانت اول مره استخدمها معاكم، فيعني بصراحه خطيره يعني، دي حلوه جدا. عملت لي كام طبق، شايفين الكميه. انا كنت خايفه بصراحه عشان اول مره استخدمها، قلت اديها مسحه من الزيت كده خفيفه. بس بصراحه يعني حتى الطبق اللي انا استخدمته ده قلته للتجربه، في الاخر ما بيلزقش خالص الحمد لله يعني. نوع نضيف جدا وخامه ممتازه بصراحه. زي ما انتم شايفين هو في منه احجام كتيره جدا، وبصراحه احنا ممكن يعني كله في صينيه عادي ونعملها كيكه واحده. بس انا يعني في ضيافه يعني يفضل واشيك ان هي تكون كل واحده لوحدها، يعني كل كيكه لوحدها كده في طبقها لوحدها. وبس ندخلها على الفرن ده في ساخن مسبقا على درجه حراره 180، كميه ما شاء الله كبيره. قعدت معايا بالظبط 8 دقايق. طبعا الافران بتختلف في التسويه، بس طبعا مش هتاخد تسويه اقل من 10 يعني اكتر، اقصد من 10 دقايق عشان ما تتحرقش معانا. 8 دقايق بالظبط وكانت جاهزه. شايفين ما لزقتش معايا، وهشه وجميله، وتنفع للولاد في اللانش بوكس. بجد هشه وجميله يعني طعمها فخم وحاجه يعني، هتشرفك بجد قدام ضيوفك. طبعا انا خدت 6 طواق على قدنا. انا بحب اسقيها يا جماعه، هي كيكه طبعا هشه ورطبه مش محتاجه، بس انا بحب اعمل كده، ما اعرفش ليه. بحبها جدا وهي يعني مسقيه، اتعودت ان انا اسقيها. دي كوبايه من الحليب، مش عليه سكر خالص، عليه معلقه صغيره من القشطه، وحطيت معلقه في كل طبق كده او معلقتين. انا بحبها طبعا مسقيه، دي خطوه اختياريه، تحبوا تعملوها او لا براحتكم. ومعانا الجناش الاقتصادي زي ما انتم شايفين، انا عملته معاكم في فيديو بتاع الكريب الحلو، جميل جدا. كوبايه او مج ميه، عليه معلقتين كريم شانتيه، وعليه 350 جرام من الشوكولاته الدارك او ميكس بين الدارك والحليب. بتطلع خطيره جدا. الميه بس تسخن معانا، ننزل ب 350 جرام شوكولاته ومعلقه زبده صغيره، بس كده. ده الجناش الاقتصادي، ممكن نزين بيه تورت واي حاجه بيمشي فيها، طعمه لوحده خطير
يعني انا بحطه دلوقتي كله على اساس ان هو نوتيلا كده جميل، بيحبوه اصلا يعني. فكمية ما شاء الله حلوة جدا، كوباية بيطلع لي كمية كبيرة. التزيين ده بتاعكم انتوا زي ما تحبوا، حطوا شوكولاتة مبشورة، حطوا شوكولاتة عادية، سبرينكل ممكن تحطوه. طبق مش غالي يعني في المحلات اللي هي بتاعة الحلويات، خامات الحلويات. ده كان عندي اصلا عشان كنت حاطاه يعني الحاجات زي كده، دي شوكولاتات كانت موجودة في التلاجة عندي، قلت اني اشتغل بيها. اي حاجة عايزين تحطوها حطوها. شوكولاتة لوحدها تكفي، ممكن نحط عليها يعني بشر شوكولاتة يعني بسيط. الكريمة دي كانت عندي في الفريزر، كنت واخداها من يعني كانت مبقية عندي من فيديو القشطوطة، وطبعا طعمها وهم فظيع يا جماعة، مش قادرة اقول لكم حلوة قد ايه. عليها قشطة بقى ولبن ودلع، خطيرة. طبعا اي حاجة عندنا بتتبقى بنحطها في الفريزر، بنحفظها في الفريزر، ما بتقولش لا يعني، نطلعها الوقت استخدامها وبتنفعنا وبتفيدنا جدا جدا جدا. التزيين ده بتاعكم انتوا بقى، دي شوكولاته عندي يعني صغيره كده، هي شكلها كده عامله زي حبات الفتات الصغيره، شكلها جميل جدا، وفي الطعم تحفه، وفي التزيين خطيره زي ما قلت لكم. اي حاجه عندكم يا جماعه استخدموها، مش يعني دي افكار انا بديها لكم، انتوا هتلاقوا في حاجات خطيره بعد كده حطيتها. اي حاجه عندي بحطها، ما بتفرقش يعني، التزيين ده بتاعكم انتوا. الكبات الاتنين الفاضلين بقى بحط عليهم شوكولاته زي ما انتوا شايفين كده يعني. التزيين ده زي ما قلت لكم بتاعكم انتوا، افكاركم انتوا بقى، بدعوا حطوا ان شاء الله لو فاكهه عليها، حطوا كريمه وفاكهه براحتكم. لو حابين تحطوا كريمه ممكن تحطوا مثلا نص كوبايه كريم شانتيه عليها معلقتين سكر، لو هي مش بسكر يعني، ونص كوبايه ميه تضربوها، وده الكريمه اللي انتوا بتسيبوها طبعا يعني، طبعا الميه تكون ساقعه، وتحطوها على التزيين بتاعكم اللي تحبوه حطوه. التزيين ده زي ما قلت لكم بتاعكم انتوا، الحركات والتكات واللعب والشغل كله بتاعكم انتوا. ده اللي كان عندي وانا زينت بيه، وطبعا ضيافه ممتازه رائعه، حاجه فخمه، حاجه هتشرفك قدام ضيوفك بجد يعني. كل هيقول لكم عملتوها ازاي يعني ضيوفك هيقولوا لك تسلم ايديكي وعملتيها ازاي، ومش هيمشوا غير ما ياخدوا طريقه. طبعا جميلة جدا، مش قادرة اقول لكم جميلة قد ايه. بصوا حطيت الجيلي عليها، كانت خطيرة بجد. بصوا بقى الحركة دي، يا سلام، من جوه هشة ورطبة، وطعمها فوق الواو بكتير. شايفين يا جماعة، شايفين الطراوة، شايفين الهشاشة، وطعمها فوق الخيال بجد. وفي نهاية الفيديو اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واللي لسه ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس على الكل علشان يوصلكم كل فيديو جديد انزله في وقته، واعملوا لي متابعة على صفحتي على الفيسبوك. واتمنى يكون الفيديو عجبكم، وهستنى طبعا تطبيقاتكم. ودمتم في رعاية الله وحفظه، مع الف سلامة.